السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا، وهنعرف فيها محلول محدش بيتكلم عنه كتير قوي مع إنه مهم، وهو محلول المانيتول. وهنعرف إيه هي أهم استخداماته وكل التفاصيل الخاصة بيه. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. خلينا بقى نروح لمحلول المانيتول. ومحلول المانيتول بينزل عموما بأربع تركيزات، وهما 5%، وال10%، وال20%، وال25%. لكن أكتر تركيزين هتلاقيهم موجودين وبيستخدموا أكتر هما ال10% وال20%. والمانيتول يعتبر من ضمن الأوزموتيك ديوريتكس، يعني مدر للبول، لكن الأوزمولاريتي بتاعته بتكون عالية جدا. يعني مثلا لتر المانيتول اللي بيكون تركيزه 10% بيدينا أوزمولاريتي قيمتها 549 ملي أوزمول لكل لتر. وطبعا بسبب التركيبة الكيميائية الخاصة بالمانيتول والأوزمولاريتي أو النفاذية العالية اللي عنده، بتمكنه من القدرة على سحب أي إديمة أو أي سوائل متجمعة خصوصا في المخ، وكمان دي القدرة على سحب الهيماتوما أو أي تجمع دموي موجود داخل الجمجمة وينزله مع البول. وبالتالي ده هيقلل لي من الانتراكرينيال بريشر أو الضغط الموجود داخل الدماغ. طيب جميل جدا، إيه هي بقى الاستخدامات الخاصة بمحلول المانيتول أو إيه هي دواعي استعماله؟ أول حاجة بيستخدم في حالة زيادة ضغط المخ أو زيادة الانتراكرينيال بريشر، وده لأن ليه دور في تقليل ضغط السوائل داخل الدماغ أو داخل الجمجمة. كمان بيستخدم في حالة زيادة ضغط العين أو زيادة الانترا أوكولار بريشر، وده لأن ليه دور في تقليل ضغط السوائل داخل العين خصوصا في حالات المية الزرقاء أو الجلوكوما. وزي ما قلنا في الأول إن المانيتول يعتبر مدر للبول، عشان كده ممكن يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه. طيب إيه هي بقى أضرار المانيتول أو إيه الآثار الجانبية الخاصة بيه؟ أول حاجة ممكن يسبب electrolyte disturbance أو اضطرابات في العناصر المهمة في الجسم زي البوتاسيوم والصوديوم، عشان كده اللي بيستخدمه لازم يخلي باله من نسبة العناصر دي. وكنا قلنا في الأول إنه مضر للبول، عشان كده لو الشخص استخدمه وما خرجش كمية مناسبة من البول أو ما خرجش أصلا، فوقتها لازم المريض يبلغ الطبيب فورا عشان تراكم المانيتول في الجسم ممكن يسبب مشاكل كتيرة. كمان في ملحوظة لازم تاخد بالك منها إن المانيتول لازم يتاخد في الوريد ببطء. يعني مثلا ممكن تلاقي الدكتور واصف للمريض 100 ملي أو 150 ملي كل 6 ساعات وببطء خلال 20 إلى 30 دقيقة. والسبب في كده إنه لو أخدها بسرعة ممكن تسبب للمريض برين إديما أو تجمع للسوائل في المخ. طيب كلام حلو جدا، إيه هي بقى موانع استخدام المانيتول أو مين الناس الممنوعة من استخدامه؟ أول حاجة ما بيستخدمش في حالة الهايبوتنشن أو انخفاض ضغط الدم اللي أقل من 110 على 70. كمان ما بيستخدمش في حالة إن السنترال فينس بريشر أو الضغط الوريدي المركزي أقل من 8 سنتي مية. كمان ممنوع وصفه في حالة إن المريض عنده رينال امبيرمنت أو فشل كلوي. كمان ما ينفعش نستخدمه في حالة إن المريض عنده أوليجويوريا اللي هي نقص في كميات البول المخرجة، أو آنيوريا اللي هي احتباس البول. وبكده نكون عرفنا كل التفاصيل الخاصة بمحلول المانيتول، وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي. وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.